اغلب النساء كيطيحوا في واحد الخطأ كبير، كيهضروا مع راسهم بقسوة، كيلوموا نفسهم على كل هفوة، وكيحسوا براسهم ناقصين غير حيت ما قدروش يكونوا كاملين. ولكن الحقيقة هي ان القوة الحقيقية ديال الانثى كتبدا من الهضره اللي كتقولها لراسها. من اليوم بغيتك تجربي هاد الخطوة البسيطة ولكن راها عميقة. هضري مع راسك بطيبة وبلا شروط، ما تبقيش تعاملي راسك بحال واحد العدو ولا بحال شي واحد خصو يتحاسب على كل حاجة بسيطة دارها. الطفلة اللي في الداخل ديالك محتاجة تسمع منك كلمة حنينة، كلمة تهزها ماشي كلمة تزيد تهرسها. قولي لراسك بصوت مسموع ولا حتى غير في خاطرك: ماشي مشكل نخطأ، ماشي مشكل نطيح، المهم هو انني كنحاول. غير هاد الجملة بوحدها كتخفف عليك واحد الحمل كبير. راه كاين فرق كبير ما بين واحد كيدفع راسو باش يتقدم وواحد كيعاقب راسو كل نهار. وانتي بغيتي تعيشي مرتاحة، بغيتي تكون عندك طاقة زوينة، بداي من الهضرة مع راسك. كل كلمة زوينة كتقوليها لراسك كتداوي فيك شوية بشوية، كتلم الجروح اللي خلاها الوقت، وكتعطيك جرأة انك تبداي نهار جديد وانتي خفيفة، بلا جلد الذات، بلا حكم، بلا صداع. الهضرة الطيبة مع الذات راها احترام لنفسك، راه ما يمكنش تنتظري الناس يحترموك الا لكنتي انتي اول وحده كتحترمي راسك. فهاد الدقيقه اللي كتشاهدي فيها هاد الفيديو، خدي واحد النفس عميق وقولي لراسك: انا غادي نكون ظريفه مع راسي من اليوم. كل نهار غنبدا شويه بشويه، وغادي تشوفي كيفاش ان حياتك غادي تتبدل.